بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة وقوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظ بها الأهل والولد، وتعيذنا بها من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصل لكم بها اشعار جديده على خير ان شاء الله. يلا بينا. اجواء شتويه النهارده هنعمل العدس الاصفر معاكم. هنعمل العدس الباكستاني. انا عملت العدس بجبه وعملت العدس المصري بتاعنا، هو مش مختلف كتير في مكوناته، بس يلا نجربه مع بعض. طريقته حلوه جدا وطعمه برده حلو. يلا نقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا نص كيلو من العدس، غسلته وصفيته بالشكل ده. عندي فلفل اخضر وعروق بصل اخضر، جربوه ما يعجبكم كتير. انت ممكن تحطي مكانه كزبره او بقدونس اخضر، والفلفل ده ممكن تستغنى عنه خالص، طعمه حلو خالص في العدس. عندي هنا طماطم مبشوره وطماطميه متقطعه. هنا بصل، فصين من الثوم مدقوقين بجنزبيل. ممكن لو عندك فريش تحطي فريش تقطعيه معاه لان الوصفه فيها الفريش. عندي هنا التوابل. عندي هنا ملح، عندي هنا كزبره، كمون، كركم، بابريكا، جنزبيل، وقرن فلفل حامي. ده اختياري بس بيتحط فيه عشان بيديله طعم حلو. يلا بينا بقى عشان نكمل باقي الفيديو على البوتاجاز ونشوف هنعمل العدس الرهيب ده ازاي. يلا بينا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. صلوا جميعا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هنا هننزل اي ماده دهنيه انت حباها، هننزل هنا بالبصل. البصله كده اتدبلت بالشكل ده، نص تتبيله هنزل عليها بفصين الثوم. ونسيت اقول لحضراتكم ان لسه في عندنا فصين ثوم تاني اللي احنا هنطش بيهم العدس في الاخر، فلازم تبقوا عاملين حسابكم يعني. هنزل عليه بالفلفل، والفلفل دي تركه من عندي بس جربوها هتعجبكم كتير. كده الفلفل والبصل والثومه اتدبلوا معانا. هننزل بقرن الفلفل الحامي ده كده، هننزل بجزء من عروق البصل الاخضر، هنخلي شويه كمان للاخر. وهننزل هنا بكل التوابل. عندك صلصه طماطم حطي في المرحله دي، ممكن تحطي معلقه برده مفيش اي مشكله خالص. هننزل كمان هنا بالطماطم، طماطم مبشوره وطماطميه متقطعه. هننزل كمان هنا بالعدس. بصوا تركه الطماطم المبشوره بتديكي صوص احلى وطعم كمان احلى. عايزه تحطيها كلها متقطعه مفيش اي مشكله على كده. هننزل هنا كده بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، انا هنا شوحت كل المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض، وشوحت العدس شويه حلوين كده وانا بشوح فيهم لغايه الريحه رهيبه. كل المكونات مع بعضها خصوصا التركات اللي انا حطيتها، عروق البصل الاخضر والفلفل عملت جو رهيب كده. تمام. هننزل هنا بالميه، هنسيب العدس لما يستوي ونرجع نكمل الفيديو مع بعض. كل اخواتي وحبايبي دعموني بلايك حلو للفيديو، وشرفوني دايما بالاشتراك في القناه، وتفعلوا لي الجرس للكل عشان اول ما انزل حاجه جديده ان شاء الله تروح واصلكم على خير. يلا نسيب كل حاجه هنا تستوي ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض. كل اخواتي وحبايبي احنا بنحمر كده التومه بالشكل ده، وشرايح التوم قرب يتحمر معانا. وعندي هنا شويه من الفلفل هنرشهم في الوقت ده. ما حبيتش احطهم من الاول عشان ما يتحرقوش معانا. تمام كده. تمام. ريحه الفلفل الحامي مع الفلفل الاخضر والثوم وشرايح الثوم حكايه. بس كده كل اللي احنا هنعمله. يلا بينا على العدس. حطيناه في طبق التقديم بتاعنا. الله الله على الجمال، الله الله على الريحه. ايه الجمال ده، الريحه تحفه تحفه. يلا بينا عشان نختم الفيديو مع بعض. وبكده كل اخواتي وحبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. شايفين العدس الباكستاني وجماله.
يلا بينا هنا نرش رشه كده من الليمون عليه. بس خلاص. يا سلام على الجمال، تحفه. انصحكم تجربوه. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.